ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الكلام حول هذه السورة المباركة، سورة التكاثر يا عباد الله. التكاثر إن كان في الخير وفي مرضاة الرب جل وعلا فنعم المكاثرة ونعم التنافس. وهذا ما كان عليه الأوس والخزرج، وما كان عليه الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان التنافس بين الأوس والخزرج بعد الإسلام في تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نصرة الدين ونشره في العالمين. هذا كان تنافسهم، كل منهم يريد أن يكون سباقا في الخيرات، ممتثلا لقوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، ولقوله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهكذا كان الصديق والفاروق، فكل منهما يتنافس، هذا يتصدق بماله كله والثاني بنصف ماله. هذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في الذي يتسابق إلى أبواب الخيرات كلها هل عليه شيء؟ الذي يسبق في الصلوات المفروضة والتطوع وفي الصيام كذلك، حتى أنه ينادى عليه من باب الصيام، من باب الصلاة، من باب الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتنافس في الخيرات كلها. هذا هو التكاثر الذي يحبه الله. أما التكاثر الملهي المضغي الصارف عن طاعة الله جل وعلا فالوعيد عليه شديد. وربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول عن الكفار؟ يقول الله جل وعلا عن هذا الكافر وتنافسه مع أخيه في الشر، فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال عنهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا حال الكفار، يتنافسون بالأموال والأولاد والمناصب والحسب والنسب لنيل ماذا؟ لنيل التفاهات، لنيل الخبائث. ما ينالهم من ذلك إلا الخيبة والخسران ودخول النيران. فربنا جل وعلا يقول ألهاكم التكاثر إلى متى؟ إلى متى لم تفيقوا حتى نزلتم، حتى ذهب بكم إلى قبوركم. فكما كنتم في الدنيا زوارا فأنتم في القبور زوارا. وهل الزائر يا عباد الله يستقر؟ هل أنت إذا زرت إنسانا في بيته تظلم وتطغي وتنهب وتسرق؟ ما أنت إلا زائر، ما أنت إلا زائر. فانتبه، فالدنيا لك مزار والقبر لك مزار، والجنة والنار
والمستقر هناك، فماذا نحن فاعلون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله علام الغيوب، ستير العيوب، مفرج الكروب، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وتم السلام. الدنيا إلى زوال، الدنيا إلى زوال، فكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة، استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. هذه حال الدنيا يا عباد الله. ولنعتبر بالماضي، ولنعتبر بالماضين حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. زجر بعد زجر، زجر بعد زجر، وتهديد بعد تهديد. ومن العلماء من قال لا، بل سيعلمون حين خروج الروح عقوبة تنافسهم فيما يغضب ربهم عند خروج أرواحهم عند الاحتضار، وسوف يعلمون إذا أدخلوا قبورهم جزاء ذلك التنافس من عذاب أليم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. أنتم لو كنتم عندكم علم يقيني، علم يقيني أنكم إلى الله راجعون وبين يديه واقفون وأنكم ستموتون، ما تنافستم فيما يغضب الله، ما تنافستم فيما أطغاكم وصرفكم عن مرضاة ربكم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وللكلام بقية إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من المتنافسين في الخيرات. اللهم ارزقنا التنافس في الخيرات، اللهم ارزقنا التنافس في الطاعات، واجعلنا يا ربنا من المرضي عنهم. اللهم ارض عنا وعن والدينا وعن ذرياتنا وعن زوجاتنا وعن إخواننا وأخواتنا وعن سائر المسلمين أجمعين. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، وعاملنا بعفوك ومغفرتك. اللهم تجاوز عنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا واصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا